مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا ايه حيرة على الاكل، كل يوم مش عارفين نعمل اكل ايه. عملنا لكم بقى هنا كده كفتة داوود باشا، عملتها قبل كده الاولاد عجبتهم جدا. قلت بقى اصورها كده معاكم. جبت نص كيلو من اللحمة المفرومة وثلاث معالق رز بالظبط. طبعا طحنتهم وكنت غسلاهم كويس جدا، وبصلايه متوسطة وتوابل، اي توابل عندك حطيها. هننزل بقى بالبصلايه كده. طبعا نص كيلو لحمة مفرومة، اللحمة طبعا موثوق فيها، انا بجيبها من عند الجزار. والتوابل بقى زي ما انتم شايفين، حطينا البصله والتوابل بقى اي توابل عندك حباها. حتى سبع بهارات وبابريكا وملح وفلفل وحبه كمون صغيرين وحبه زعتر. الزعتر طبعا بيخلي ريحتها وطعمها جميله جدا جدا. وهننزل برضو بالرز، وهنقلب بقى اللحمه المفرومه كويس جدا لحد ما المكونات كلها تتجانس كلها مع بعض. بصوا اهو. هننزل بقى بالرز، 3 معالق رز مش اكتر، يعني عشان خاطر بس ايه اللحمه تمسك وتبقى كويسه معانا. طبعا هندعكها كويس جدا كده مع بعض. بس ما شاء الله، متنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده. واكله سهله وما فيهاش اي حاجه خالص، وكل حاجه موجوده يعتبر. اللحمه موجوده وكل حاجه موجوده في البيت. بس ما شاء الله، طبعا هنكورها كده كور صغيره زي حجم الليمونه او اصغر كمان، عشان هي بتنفش معانا شويه. بصوا هو كده الحجم ده كويس. اللهم بارك. هنعملها كلها كده، نكورها بقى كده كلها الحجم حجم واحد كده. نكون محضرين معانا الطاسه بتاعتنا وفيها حبه زيت صغيرين. احنا يعتبر مش هنقليها، بس هنبدرها الاول. حطيتها في التلاجة قد ربع ساعه عشان تمسك بس نفسها. هنبدرها كده بس بشويه دقيق، 3 معالق دقيق بالظبط. بصوا هي كده مسكت نفسها اهي شويه، يعني ربع ساعه مش اكتر، او 10 دقايق كمان في التلاجة. هنحط عليها شويه الدقيق يا دوبك، بس ايه هنبدرها كده بحيث ما تفكش معانا. اما تتحمر كده وتتسلق برضو، تتحط في التسبيكه ما تتفكش معانا. بس ما شاء الله، ونص كيلو عمل كميه جميله معانا. وطبعا يعني لو مثلا عدد الافراد الاسره صغير، ربع كيلو حلو قوي عليهم، لكن احنا ما شاء الله اللهم بارك يعني. يعني ما شاء الله 6 افراد، فحلو قوي النص كيلو معانا وقضى اليوم. وكان ما شاء الله يعني. نزلنا بقى هنا كده بحبه زيت في الطاسه بتاعتنا، هنديها بس تشويحه بسيطه. بصوا ما شاء الله. بس كده بصوا هتاخد لون بس بسيط، بحيث يبقى كل حاجة مستوية معانا. بصوا ما فكتش، وجميلة جدا. وخلونا اقول لكم ريحتها جميلة جدا جدا. جربوها والله مش هتندموا بجد. طبعا وممكن في ناس بتحب تحط حبة خضرة، شبت. حبة شبت او بقدونس كده، يعني انا شفت كذا مرة حد حط معاها شبت وبقدونس معاها في اللحمة، وبرده وهي ايه بتحط معاها التوابل والبصل. بس بصراحة انا ما كانش عندي. هي طبعا الخضرة بتخليها جميلة جدا، بتخلي لونها اخضر كمان. فهي الحاجة الموجودة في البيت طلعنا وعملنا وقضينا اليوم. بس بنطلع طبعا بنصفيها من الزيت شوية. طبعا انا نقصت شوية زيت، ده الزيت بتاع اللي احنا شوحنا فيه اللحمة. نقصت شوية زيت، طبعا ما حطيتش على الزيت كله. حطيت معلقة من التوم زي ما انتم شايفين كده، وكان يا دوبك التوم بس هتاخد تشويحة بسيطة. كان عندي طبعا صلصة، انا بحب على طول اصلصلها، ما يعني اجيب طماطم كده واصلصلها واحطها في التلاجة وفي الفريزر. بس طلعت الصلصة طبق زي ما انتم شايفين كده. اهو طبق كده، يعني هي مش سبكة طبعا، وعليها توابلها وكل حاجة. بس ما شاء الله زي ما انتم شايفين، يا دوبك هتاخد بس ايه، هتغلي غلوتين بالتومة عشان يعني ياخدوا من ريحة بعض.
بس كده هحط بس حبة فلفل اسود شوية صغيرة تاني عشان بس التوم. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، حبة صغيرين كده. كنت انا بقى بحب اعملها بالبطاطس، جربتها بصراحة بالبطاطس كانت تحفة. في ناس بيعملوها من غير بطاطس، لكن انا حطيت يا دوبك هي بطاطسيتين بالظبط بالعدد، قطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين وغسلتها كويس. حطها بقى كده على الصلصة بتاعتنا، حبة حباها حباها، مش حبة بطاطس حطي على طول الكفتة. بس انا بصراحة البطاطس بتبقى طعمها جميل مع الكفتة، حتى كفتة ام رز بحب برضو اعملها بالبطاطس. يا دوبك بس يعني ايه زي ما انتم شايفين، يعني كوباية او نص كوباية مية بس عشان البطاطس تستوي، لان الكفتة طبعا يعتبر مستوية معانا. هنقلبها كويس وهنغطي عليها كده ونقلبها. نعمل بقى الرز كده عقبال ما بس ما البطاطس تاخد غلوتين. الرز ابيض، حطينا معلقه من السمنه وحبه من الزيت صغيرين. هننزل بقى طبعا غسلنا الرز كويس جدا، دول 4 كوبايات من الرز غسلناهم كويس جدا وصفيناهم. هننزل بيهم على الماده الدهنيه بتاعتنا وهنقلبها كويس لحد ما ايه تتشرب من السمنه والزيت اللي احنا حاطينها. وهننزل عليها بشويه ملح وحبه فلفل اسود بس. وهنقلبها بقى كويس لحد ما تتشرب كده، نحس ان هي ما فيهاش اي ميه. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، حبة فلفل صغيرين كده وحبة ملح وهنقلبها. طبعا انتوا عارفين المية، انا بصراحة بحط كده بالويم، بس انا بعمل اختبار المعلقة، بحط معلقة كده في النص، وقعت يبقى هي عايزة شوية مية تاني، ما وقعتش وسبتت يبقى هي كده المية بتاعتها مظبوط. ثم انا بحبها مفلفل، بحب الرز كله بتاعي مفلفل، ما بحبوش مستوي او معجون. فما شاء الله كان مظبوط كده معايا اهو. وانت اللي مش عارف يحط المعلقه كده في النص. بص كده بعد ما تشرب الميه خالص، هوطي عليه النار، هوطي عليه كده على الشياطه، وهرجع بقى للبطاطس بتاعتنا. بصوا استوت وبقت زي الفل. هننزل عليها باللحمه، هننزل عليها باللحمه بتاعتنا. طبعا اللحمه اصلا يعتبر مستويه، يا دوبك كده هنديها تقليبه يا دوبك هياخدوا بقى من بعض كده. وهنقوم ايه يبقى كده الاكل بتاعنا خلص. مش هنزود ميه ولا اي حاجه خالص، اللي حابب يزود شويه ميه صغيرين يزود، بس انا بحب الحاجه تقيله كده بتبقى طعمها جميل جدا. وطبعا حابه تعملي رز بشعريه او رز ابيض مفيش مشكله، بس هي الاكله دي بتبقى حلوه جدا بالرز الابيض. هي بيسموها كفته داوود باشا، بتبقى جميله بالرز الابيض. وتغيير في الاكل، الواحد حيره كل يوم ومش عارف يعمل ايه بصراحه. فعشان كده قلنا بقى ايه نغير كده شويه معاكم. عجبت الاولاد جدا فقلت اصورها لكم في مره تانية. فصورتها بقى قلت بص الرز ما شاء الله الله اكبر اتشرب وجميل جدا ومفلفل بقى زي ما انتم شايفين. وخرفت معاكم اهو الطبق. بصوا ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، وطعمها جميلة جدا جدا. وجربوها والله سهلة قوي وهو اليوم عدى. جنبها بقى حبة سلطة، حبة مخلل، حبة ترشي، اللي انتي حباه بقى كلي معاه. هي مش محتاجة بصراحة اي حاجة معاه. وبألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. ما تنسونيش بقى في اللايك وكومنت حلو كده لو عجبكم الفيديو. وبألف هنا وشفا عليكم حبايبي.